هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا فاطمه ابراهيم وانتوا في قناه فاطمه ديرس. في حلقه النهارده انا قررت اني اعمل لكم ريفيو بسيط عن زيت جوز الهند للشعر من معصره فيرجينيا. انا بقالي فتره بستخدم زيت جوز الهند على شعري، فانا النهارده جايه اقول لكم ايه الحاجات اللي عجبتني فيه، ايه الحاجات اللي ما عجبتنيش فيه، وكمان جايه اقول لكم الافكت بتاعه على شعري. كل ده واكتر ان شاء الله في فيديو النهارده، فما تنسوش اللايك والشير. ودلوقتي يلا نبدأ. اول حاجة شكل العلبة يعني جميل كويس. هو الازازة دي بس، مش جاي في يعني الباكجينج بتاعه الازازة دي بس، وحاطينه في كيسة مش بيحطوه في علبة مثلا. بس هي شكلها جميل يعني. مكتوب زي جوز هند، وهو على فكرة 125 ملي، فحجمه كويس. كاتبين ورا ان هو زيت جوز هند طبيعي بيضيف خيار صحي لاكلكم. هو المفروض ده بيتاكل، يعني المفروض يعني تحطوه على الاكل عادي، بس انا بستخدمه على شعري. بالنسبة يا جماعة بقى لسعره، فانا كنت شارياه ب60 جنيه. طيب يا جماعة، ازاي تعرفوا اذا كان زيت جوز الهند ده اصلا طبيعي ولا مغشوش او فيك؟ انتوا هتحطوه في التلاجة، لان المفروض الزيوت الطبيعية زي زيت جوز الهند وزيت الزيتون بيتجمدوا في السقعة، حتى تلاقوهم في الشتاء بيتجمدوا لوحدهم من غير ما تحطوهم في التلاجة. فانا حطيته في التلاجة ولقيته تمام وبيتجمد، يعني الزيت طبيعي فعلا، والكواليتي بتاعته عالية حقيقي. طيب دلوقتي هقول لكم تجربتي معاه كزيت على الشعر. انا يا جماعه كنت بستخدمه بعد الشاور، بعد ما بجفف شعري وكده بحطه على الشعر نفسه مش على الفروه، لان انا بحب ان فروه راسي يعني بتفرز الزيوت الطبيعيه اللي فيها. وبعمل لشعري حمام زيت قبل ما اخد شاور مرتين في الاسبوع، بعمل لها حمام زيت. ممكن تعملوه مره بس. اول ما بعمل حمام زيت بستخدم زيت الزيتون، مش بستخدم زيت جوز الهند. اما زيت جوز الهند كان استخدامي معاه بيقتصر على الشعر نفسه مش على الفروه. طيب بالنسبة بقى لاستخدامي معاه يا جماعة، هو حلو جدا، بيدي لمعة تحفة 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 للشعر، وكمان بينعم الشعر. ولو الاطراف، طبعا الاطراف يبقى في ناس كتيرة قوي عندها اطراف الشعر بتبقى متكسرة وضعيفة جدا، فهو صراحة بيحل وبيعالج مشكلة اللي هي الاطراف الهايشة دي. لا بيقلل من الهيشان جدا جدا، وبينعم الشعر. واحلى حاجة فيه بيدي لمعة للشعر خطيرة. وفوق ده كله ريحته حلوة قوي قوي قوي، يعني كأنكم بتحطوا على شعركم برفيوم كده، لكن ريحته خطيرة بجد يا جماعة، وبتفضل فترة طويلة ريحته يعني. فأنا صراحة أنصحكم وبشدة إنكم تجربوا زيت جوز الهند ده من فيرجينيا لشعركم. مش لازم يعني من فيرجينيا، ممكن تجيبوه من أي شركة تاني اللي يريحكم يعني. كمان على فكرة هم مش لازم يعني تيجوا مرسى مطروح عشان تجيبوه، تقدروا تطلبوه اونلاين عادي جدا بيوصل لكم. سعره حلو، بيدي افكت حلو جدا جدا للشعر. كمان تقدروا تحطوه على الاكل، يعني هو حاجة ممتازة جدا جدا. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو دي اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. وباي.